ያለሁት ቆንስላ ነው። ትናንትና የተነሳው ቪዲዮ ያው ቪሮ ላይ ነው። ያው አስገድዶኝ ነው። ከዚህ በፊትም ሴትዮዋ የላከችው ቪዲዮ ሁሉ አስገድዳኝ ነው። አሁን ግን ደህና ነኝ፣ አትጨናነቁ። እና ወንድሞቼ ሁላችሁን ስለተባበራችሁኝ፣ ሁላችሁ እዚህ ላይ እንድመጣ ድምጽ ስለሆናችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን እኔ ደህና ነኝ ማለት ድምጽ ስለሆናችሁ ሁላችሁ አመሰግናችኋለሁ። አሁን ኢትዮጵያ ቆንስላ ላይ ነኝ። ኢትዮጵያ ቆንስላ ላይም አመስግኑልኝ። መደወል የሚፈልግ ካለም ራይል ላይ ደውሉ። ማግኘት የሚፈልግ ካለ እንትና የተነሳው ቪዲዮ ያው ቪሮ ላይ ነው። ያው አስገድዶኝ ነው። ከዚህ በፊትም ሴትዮዋ እስኪ አንድ ጊዜ ወገኖች ቆም በሉልኝ። አንድ ጊዜ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዲሁም ከዚያ ወገኖች ሰላም ብያለሁኝ። አንድ በመጀመሪያ ደረጃ ወገናችን እንኳን በሰላም ወጣሽ፣ ኑሮ ያልተመቸሽ ለመሆኑ ፊትሽ ምስክር ነው ማለት ነው። በመቀጠል ግን እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁማ። እቺ ልጅ የመጀመሪያ በቪዲዮ አየናት መዲያማ ጋር አይተናት ሀበሻ መሆኗን ግን አወቅን። በመኗ ልክ እኛ በከለሯ እኛም በመምሰሏ አወቅን። ከዛ ቀጥሎ ግን እቺ ልጅ ሙስሊም ነች፣ ክርስቲያን ነች፣ አማራ ነች፣ ኦሮሞ ነች፣ ትግሬ ነች፣ ምንድነች ብሎ አንድ የጠየቀ ሰው የለም። ሁሉም አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬው፣ ስልጤው ሁሉም ሲንጫጫና ሲጮህላት የነበረው ግን ኢትዮጵያዊ በመሆኗ ብቻ ነው። የመጮሁ ውጤት ደግሞ እዚህ ደረጃ ደርሶ አየነው ማለት ነው። እኛ ለምን ነው ግን ፍቅር እውነተኛ ፍቅር በልባችን እያለ ስንገናኝ በየቦታው ተቃቅፈን አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬው ተቃቅፎ እየጨፈረ እየበላ እየጠጣ በሶሻል ሚዲያ ላይ በዚህ በቲክቶክ እና በፌስቡክ በሌሎችም ሶሻል ሚዲያዎች ላይ እየመጣን የጥላቻ ነገር የምንዘራው ለምን ነው? እኔ ይሄን ይመልስልኝ ሰው ነው ፈልገው። ውስጣችን እኮ ዋናው ውስጣችን ያለው እኮ ፍቅር ነው። የውጭ ሰው ሲነካን አንወድም። የውጭ ሰው ማንንም እንዲነካብን አንፈልግም። ኦሮሞንም፣ አማራውንም፣ ትግሬውንም ሁሉንም የውጭ ሰው እንዲነካው አንፈልግም። እኛ ለምን ፍቅር ነሳን? ምን አለበት ለዚህ ተታናት ለምንሄደው ዱንያ ፍቅር ሆነን ብንኖር። አገራችን ሀብታም ናት፣ ግን ሀብታችንን መጠቀም አልቻልንም። ይሄ ነገር በጣም ይቆጨናል። ለማንኛውም وجناتنا نكون بسلام وطاش مالته وديالو والله بتام. اوكي يا جماعه بما انه اغلبهم سووا مقاطع نزلوا مقاطع اللي في خاطري، لكن الحين بعد ما طلعت اثبتت لنا انها بخير وانقهرت اكثر. الموضوع قهرني اكثر باكثر. ليش يا ام امار انت تبي تشهرين، تبي تشيرين مشهوره، تبي مشاهدات ولايكات، عرفنا فهمنا، قلت كذا فعلا انت تبغي غير كذا ما تبغين. بس والله انت فضحتي نفسك اللي الناس ما حد يعرفها. ربي لما يبغى يفضحك حتى ما ترى انت يوم طلعتي تصورينها ما تعرفين حتى ايش تقولين، ما عرفتوا ايش تقولين، ما في شيء، بس انت صدمتي البنت من كتر ما تبغي تعرفين ايش تقولين. قلت لها انك ما تبي تعطين راتبها. قالت ليش؟ اوكي ممكن تعطينها راتبها، بس في نفس الوقت انت احسك اظلم وحده. يعني الكل مو ترى انت الوحيد اللي تسوين زيها تعملين. اغلب الناس هذا ابره لكل الناس، هذا ابره. في ناس يعملون الخدامه العامله اللي في بيتهم بالضبط اكثر منك، اكثر من المعامله انت تعملينها. وش تراكي وش عرفك؟ وجودها هي كلها حاكي يتكلم. لبسها وهي وجهها اوكي قلنا الوجه هذا من الله ولا جها من قبل ما تجي عندك، بس انت طلعتي اثبتي حتى ما نزلتي مقطع انها قالت انا بخير انا كويس ومبسوطه. لا حبيبتي هذا مو ما يثبت، لازم تودينها في السفاره. ما في سفارات؟ اذا قلتي انها ما في سفارات والله نتوكل على الله نقول حسبي الله ونعم الوكيل نقعد نسكت. لكن في سفارات وديها هناك، نزلي في صفحتك احد غيرك انت لازم يصورها غيرك انت ما انت موجوده جنبها، احد يكلمها لحالها ويثبت لنا امباسي وياها في السفاره. هذا ما اثبتي لنا انت، كذا اجبرتينا نتكلم في الموضوع اكثر باكثر. صراحه انا ماني قادره اسكت. كنت بسوي مقاطع بس اغلب الناس قالوا اللي في خاطري، لكن الحين يوم نزلتي يوم طلعتي انها بخير ولابس نظاره كاشخه جبتي لها الطقم ما شاء الله على الطقم عشان تثبتي لي لها انها تشتري لها ملابس وانها بخير. لا حبيبتي معلش انت قد امي، ما يهق لي اتكلم اطلع اتكلم معكي، لكن انت ما استحيتي على عمرك. انا شلون استحي ما اتكلم هنا؟ سوري انا اعتذر منك. فالحين اثبتي لنا تودينها امباسي اوكي تصورينها
انها بكويس، انها بخير، احد غيرك انت بعد وتنزلين في صفحاتك. فوق كل هذا تمسحين مقاطعها، لازم هي تسامح لك اول شيء. ليش تحولي تتشهرين من وراء ظهرها؟ ليش؟ يعني ترى